مشاهدينا أسعد الله مساءكم حلقة جديدة من ليالي النهاردة. يمكن هنطير إلى أمريكا، لكن يعني سفرية مختلفة في الأدب الأمريكي والأدب. مش عايزة أقول أدب اللي بيعبر عن السمر والزنوج، ولكن هي دي الحقيقة. الكتاب الأسود ده كان أحد أبطال هذه الكاتبة أو أحد مشروعاتها اللي حلمت بيها، لكن لديها عدد كبير جدا من الروايات، عدد كبير من المؤلفات. قصة حياة طويلة مفاتها التعب والصمود والصبر. تركيبة مختلفة عن كثير من الروائيين اللي فازوا بجائزة نوبل. توني موريسون، روائية أمريكية أفريقية، ولدت في أوهايو، لها عديد من الروايات وفازت بجائزة نوبل. النهاردة هي بطلة حلقة النهاردة، واعتقد يعني محبيها والباحثين اللي هيتكلموا عنها غاصوا في كل أعمالها الروائية وكمان في حياتها. هنسمع تفاصيل كثيرة عن هذه الروائية. اللي برحب بضيوفي اللي مشرفيني النهاردة دكتورة لبنى، الأستاذة الدكتورة لبنى إسماعيل، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي جامعة القاهرة، في ترجمة، واعتقد العاشق لمصر احمد صلاح الدين، مترجم الاداب. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. روائي واديب طبعا، يعني لا ننسى طبعا روايتك الجميله. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. اسمح لي نبدا مع دكتوره لبنى. اتفضلي. وفكره النسائيه في الادب وفوز كاتبه وروائيه سوداء في اللي جذبت القراء في هذا التوقيت. لو بدأنا معاها من تاريخها، أعتقد أن فكرة كاتبة تؤمن بقضية ويثير هم أن تعبر عن كل التفاصيل الداخلية، مش بس تفاصيل إنسانية ممكن تكون بنسمعها، لا، حبت كمان التفاصيل الداخلية للمشاعر وللأحاسيس. نبدأ منين يا دكتور؟ نبدأ من الولادة. الولادة. نبدأ من الولادة الأدبية ولا ده هاجروا من الجنوب، جنوب الولايات، واتجهوا إلى الشمال هروبا من الظروف السيئة في فترة ازدهار العبودية في تاريخ الولايات المتحدة. هم الجد والجدة لتوني موريسون كانوا عمال في الحقول، كانوا يملكوا جزء من قطعة الأرض زي نظام لمالك هذه الأرض، وكانوا طبعا زي بقية السود في الفترة دي بيعانوا من الاضطهاد والعنصرية. قرروا ان هم يهاجروا من الجنوب الى الشمال املا في ظروف احسن افضل. اتجهوا الاول لجورجيا، ثم بعد كده اتجهوا الى اوهايو. في اوهايو الوضع كان افضل حالا، لانها كانت في عالم الصناعة، وكانت تتميز بأعمال الحديد الكثيرة فيها، مصانع الحديد الكثيرة فيها، وكان أيضا العمال المنتشرين يعملون في صناعة حديد السفن بالتحديد، سواء كانت أيام الحرب العالمية الثانية أو الأولى. وكانت صناعة متخصصة. يعني كانت صناعة الحديد في أوهايو، لورين بالتحديد اللي هم كانوا فيها. الأب والأم بقى أب وأم كلوي، وده اسمها الأصلي. الحديد، ثم في إنشاء السفن، الأجزاء الخاصة بلحم الحديد. أسرة بسيطة جدا، أسرة بسيطة وفقيرة، ولكنها كانت أسرة تتميز بقدر عالي جدا من الكرامة، وكانوا يحترموا ويقدروا التعليم. برغم ان هم حالهم كان متواضع ماديا، ولكن الأب والأم كانوا موهوبين
اللي هي ايه؟ الاب كان بيلعب فايولين، مم. وكان بارع في كل مؤلفات الكمان الخاصه بالزنوج. الام كانت تعشق الجاز، وكان صوتها جميل حسب شهاده مع ان توني الجاز موريسون. كمان يعني آلة صعبة جدا. هو كان فنان، ولكنه كان عامل، يعني بتحصل اه بتحصل. طبعا. الام كانت رائعه الصوت حسب شهاده توني موريسون، وكانت ست بيت. كان في ابن اكبر من توني موريسون او كلوي، ده الاسم الاصلي، وهنرجع لتوني موريسون بعدين. وكان في اخين. الاب والام بذلوا كل الجهد حتى يتعلم الابناء في المدرسه اللي كانت موجوده في الولايه، وكانت في المنطقه، وكانت مدرسه واحده. وكانت توني موريسون هي الطفله السوداء الوحيده في الفصل الابيض اللي كانت موجوده. هذه المدينة اللي ولدت فيها كانت تضم السود والمكسيك ومن الصرب وألمان. كومسبلوت صغير. يعني كانت انترناشونال حبتين، فما كانش فيه الشعور بالعنصرية القاسية الموجودة في الولايات الأخرى. ودي كانت ميزة في نشأة توني موريسون. زائد والام في بقدر من الفخر ان هم هيربوا الاولاد دول ويدخلوهم المدرسه، وفي نفس الوقت هم زي ما بنقول بالمصري ممشيين الحال. وعاملين يعني فرقه موسيقيه اعتقد في البيت بقى كده. الاب الام بيعزف والام بتغني. لكن كان في كمان جانب اخر في هذه العائله زي بقيه العائلات السود، لكن يمكن مع الوعي بالموسيقى وهي ناحيه غزيره جدا ثقافيا. كان ذاتها كطفلة وحواديت الأجداد في الجنوب، وكان الجنوب بالنسبة للأم الجنة، لأنها كانت تسكن في منطقة محاطة بالغابات. فكانت دايما تحكي لتوني موريسون عن حواديت الأجداد والطقوس والشعاير والأشباح في الغابة، ونقلت لها كمية من الأساطير الخاصة بها وبأجدادها فيما يتعلق بالتراث. بيمثل مرحلة معاناة شديدة جدا، وكان طول عمره لا يسمح لأبيض أن يقترب من البيت، وكان لا يثق في أي شخص لونه أبيض. الأم كانت كما أصبحت توني موريسون تتميز بشعور القبول، إذا جاء الشر من هنا فبعيدا عنه، إذا جاء الخير منه فأهلا به. بتحاول لعدل الموازنة. يعني أستاذ أحمد، يمكن دكتورة لنا أديبة أو روائية، حينما بدأت بقى معركة الحياة، واعتقد ان هي بدأت في دراسة القانون، ويعني أدب إنجليزي، الأدب الإنجليزي، وبدأت ان هي تشتغل كأستاذة. وقبل كده بس ولا في حاجة قبل كده ملاحظاتك على الفترة دي. لا، من البداية زي ما الدكتورة قالت المقدمة الجميلة دي، انه توني موريسون لما دخلت المدرسة فري ستيت، فده اتاح لها فرصة انها تتربى. انت عارفة طبعا الوعي بيتشكل بشكل اساسي في السنين الاولى، وده بيأثر على الشخصية بشكل كبير. صحيح. وهي لما دخلت المدرسة وتوفرت لها البيئة المتزنة دي في التنشئة والدراسة، كانت متفوقة جدا. حتى دخلت المدرسة وهي بتعرف تقرا، ودي حاجة ما كانتش معتادة. يعني من سنة أولى كانت بتعرف تقرا.
تميزت وتفوقت على أقرانها بمراحل، لدرجة إنه الأساتذة بتوعها كانوا بيستعينوا بيها في تعليم أبناء المهاجرين القراية. كمان. يعني هي مختلطه كمان بالمجتمع من بدري قوي. وكانت كمان هي وهي في المدرسة مع كل مرحلة كان بيجي مهاجرين جدد، فزي ما الدكتورة قالت كانوا تستقبل بقى المكسيك ويهود ده طبعا التنوع ده بيدي الشخصية طبعا يعني ثراء ووعي لا يتاح للأطفال اللي هم بيكبروا في بيئة يعني هوموجينيوس منغلقة أو هوموجينيوس فيها انسجام يعني جنس واحد أو كده أو لغة واحدة. حتى تأثير اللهجات صحيح كان ليه أثر عليها. التراث الشفاهي الكبير جدا بتاع السود في الجنوب اللي اتنقل عن طريق الأم، والأم خدته من أبوها وأمها. يعني الأب والأم لأمها كانوا بيحكوا دايما على التراث وبينقلوا لهم الفولكلور والأغاني والحاجات دي. وطبعا يعني أيام كانت الدكتورة رضوى عاشور اغاني سبيريتشوالز والجاز والحاجات دي والبلوز. ودي كانت كمان الاغاني اللي كانت بتتغنى في الحقول وهم بيشتغلوا. بيسموها اغاني الفلاحين الافارقه. هنرجع لده في كتاب بيعانوا وبيعبروا عن المعاناه دي والتجارب بتاعتهم بالاغاني. وكانوا بيشتكوا يعني في الاغاني دي كان في شكوى من صعوبة في بعد ديني كبير موجود موجود في الاغاني دي، الى جانب ان امها كانت بتغني في كورس الكنيسه. فالحس الديني ده هو ده ليه كمان بعد مهم. دي هتكون روايه عندها لا هو في نوع من الاغاني زي البلوز والجاز والسول. هي ليها روايه اسمها هي ليها روايه سولا. فالفكره انه كان ليهم تأثير كبير على التكوين بتاع توني موريسون، البيئة اللي هي اشتغلت عليها، وده ظهر كمان في الروايات بتاعتها. ده اللي هيخليني بقى يعني نقفز قفزة كده في الحوار. التفاصيل اللي كنا بنقراها سواء على الأساطير أو تراث التاريخ الأسود أو تفاصيل دقيقة جدا، ده كان جزء منها. كان ليها مقولة هي كان ليها مقولة الأدب بتاعي عموما يعني أيا كانت المرحلة اللي أنا بكتب فيها بتبدأ من الماضي. في كل عمل بتشتغل عليه بتبدأ من الماضي، وتأثير الذاكرة ومرحلة التكوين اللي هي يعني شهدتها في نشأتها كانت دايما بتستحضرها وهي بتعمل أي عمل جديد في أي مرحلة. الافكار بتاعتي وبعدين بعد كده العمل بيتطور. ف يعني ده دايما هتلاقي واحنا بنقرا الاعمال بتاعتها المختلفه حتى لحد اخر روايه، هتلاقي تاثير ده موجود عليها، تاثير ده في اللغه بتاعت الشخصيات. ولذلك النقاد بيقولوا ان توني بالافرو امريكانز كأنها يعني عملت عالم جديد
نسجته من خلال، يعني هي في امريكا ولكن نسجت هذا العالم من الذكريات كانها بتعيش المرحله اللي انتقلوا فيها من شوفي هو من كل افريقيا. كل الكتاب والكاتبات، وانا متحيزه للكاتبات اكتر طبعا، لما كانوا يسالوا من ناحيه النقاد عن ابطال اعمالهم الادبيه، الشخصيات دي بتكلمهم، صحيح. وكأن الكاتبة الأمريكية مثلا في القرن العشرين وجدت حتى تستمع لهذه الأصوات التي تناديها من الماضي لتسجل كل القصص التي تم قمعها وإسكاتها وخنقها. وده في علم النفس بيسموه تخاطر الارواح. هي سمته زي ما هومي بابا كده برضو استدعى نفس اللفظة دي، ري ميموري. اللي بتشتغل فيه برغم انتقاد الناس، قالوا لها انت يعني محدده نفسك في الدايره الصغيره دي، اطلعي واكتبي عن حاجات تانية. قلت لهم انا امراه سوداء واكتب عن ماضي، وده اللي انا بفهمه وده اللي انا بعرفه، انا مش بكتب للبيض. يعني مش غيري من السود اللي ما زالوا في حاله الاستعمار النفسي بيكتبوا حتى يتعاملوا مع الماضي امام البيض. لا، قلت لهم انا اول ما للسود تناقش صراعات السود التي يشعر بها هيشعر بيها البيض، فابدعت. وده اللي بيخلينا يعني اكد مقوله اديبنا الكبير نجيب محفوظ، الاغراق في المحليه يصل الى العالميه بسهوله، وده اللي عملته تفاصيل كثيره جدا. يعني وصلتنا لحاله ثانيه. على جزئيه بس عشان ننتقل للنقطه اللي بعدها، انه دراستها للغه الانجليزيه بقى في الجامعه لما راحت مرحله المنزل اللي هي هوم اديوكيشن او المدرسه، لما درست اللغه الانجليزيه بقى وادبها في الجامعه، تم إثقال هذه الموهبة. وفي آخر سنوات الجامعة كانت بدأت تخط بعض المخطوطات، لكن لما بدأت تدرس، لما كانت مثلا في مرحلة معيدة مثلا، كتبت القصة الأولى بتاعتها اللي هي بتتكلم على المرأة. يعني خلينا أسمع الأستاذ أحمد وبعدين أسمع رأي دكتورة لبنى، لأن دكتورة لبنى هتقول لنا الشق اللي هي بتحس بيه قوي في قراءتها. اشتغلت كذا شغلانة وبدأت إن هي تكتب، فنحس ان كده يعني تحفر في الحديد زي ما بيقول. هو الحقيقه يعني هي تجربه، يعني زي ما الدكتوره لبنى قالت وصف هايل، يعني ان هي وحش. ده فعلا احنا لسه اصلا صعبه. تجربه العبوديه دي يعني يمكن احنا ممكن ما يكونش عندنا القدرة على استيعاب مدى قسوة التجربة بيها، صح. لكنها تجربة عصيبة جدا. بس هي عشتها، ما هي يعني ولا اتنقلت لها؟ نقلت. يعني طبعا نقلت لها، وبعدين هو في حاجة هي ال الأب والأم خدوا من كمان الذين جواء أرواح يعني لازالت بتحترق لازالت بتحترق بنار العناء اللي شافوه في الفترة اللي كان فيها العبودية، عاشوا في العبودية في الجنوب. وفكرة الجريت مايجريشن، رحلة الجريت مايجريشن جيرني دي لازالت عالقة في أذهان الكل. وبعدين في حاجة إنه نسبة كبيرة من تكوينها التراث الشفاهي سهل يتغرس في الروح. صحيح. يعني بيتغرس في الروح. هو الشعور لأن هو شعور موجود، يعني يمكن حتى أي شخص قريب منه هيحس بسخونته، يعني شعور بالدنيا. وهيحس بسخونة الشعور عند الأب والأم، والمواقف الماثلة في ذهنهم. يعني مثلا حتى في جنوب أفريقيا، فاكرين الأبارتهايد مثلا، قصة قصيرة اسمها كوفي فور ذا رود. قصة بسيطة جدا لخصت مدى المعاناة اللي بيعاني منها السمر والملونين في جنوب أفريقيا. أم راكبة مع ابنها وعايزة قهوة، بتعدي في الطريق على كذا كافيه، عايزة تعمل قهوة.
واللي بيشوفها من البيض حتى من الناس الزباين اللي قاعدين بيطردها وبيشتمها وكده. تجربه بسيطه زي دي، شوف الطفل اللي موجود وشايف امه صحيح. بتعمل فيها ايه، ده هيبقى موجود في ذهنه وهيعيش، حمل بالاعباء والهم. هيعيش حياته كلها. استلهمت. لكن الميزه في توني موريسون ان ما هي ما كانتش بتعمل ده بمراره، انا كنت لسه هسال حضرتك، هل المراره دي والعنصر كانت مركزه على جانب فني، ومن كتر ما هي اتقنت التعبير الفني، اي قارئ على مستوى العالم بيقرا بيتورط تماما، تعاطف. يتورط تماما في خليني القضيه أعلق المثاره، بالبال. القضيه المثاره، ويحس ان هو يعني زي ما بنقول بالانجليزي at one with her، خلاص توحد يعني مع خلاص توحد القضية. معاها وتوحد مع القضيه، وهي بفن كلام. شوفي هعلق على موضوع المرأة ده دلوقتي، بس عايزة أقول لك في النقطة دي بالتحديد عشان نعشق مع دكتور أحمد، إنه زي ما قلت لك ظروف بيتها كانت مختلفة شوية، وظروف المدينة اللي هي كانت مولودة فيها برضو مختلفة شوية. البيت برغم فقره لكن هو كان بيت يتميز بالكرامة. حتى هي لما كان أيام الديبريشن راحت اشتغلت خادمة وكان عندها 12 سنة في بيت. فأنا أرى إنه أنا رايحة ومضطرة إن أنا أشتغل. كانت بتجيب قرش، كانت تدي دولار لمامتها وهي تاخد دولار، لكن قال لها أنت مش عايشة في البيت ده، انت بتروحي تشتغلي وترجعي، هنا ده البيت بتاعك، هنا الكرامه بتاعتك. فهو في برضو اختلاف من كاتب لكاتب في كيفيه النشأة في البيت ورد فعل الام والاب لهذا التاريخ الطويل. صحيح. المرير. هنضيف شخصية ألوف تحمل نفسها بكرامة واقتدار فيما يتعلق بالكتابة والتعبير عن النفس وتفوق كمان. وتفوق. هي لما راحت الجامعة قالت بالتحديد أنا اتنقلت من المدينة المحمية اللي كانت فيها الليتل تاون دي للجامعة في واشنطن دي سي. اعتقد لا مش انفتاح، بالعكس قالت هناك شعرت بالذات كانت منفتحه على العالم كله. فلاحظت بقى ايه، لان دي كانت اللي هي ايه الخمسينات وما طالع في الستينات الحركه العنيفه بتاعه الحقوق المدنيه للسود، السيفل موفمنت. فاكرين طبعا القس الشهير مارتن لوثر كينج. ففي الفتره دي كانت بتقول انا لو كنت بشوف حد واحد على رصيف المقابل كنت اعدي عشان اقابله يحميني. ولاحظت شيء يمكن احنا برضو ما نستوعبوش هنا لان ما عندناش المشكله دي. قالت انه ما بين السود والسود في الجامعه كان في صراع طبقي، لان بعض السود كان بداوا يطلعوا في السلم الاجتماعي، فكانوا ينظروا للسود الفقراء نظره دونيه وكانهم هم كمان مستعمرين. فكان الاستعمار هي لم تختبر المرحله دي، يعني ما مرتش بالمرحله اللي هي بتاعت العبوديه، لكن هي شافت اثارها على المجتمع الحديث. ولم يكن هذا اللون الاسود للتفرقه العنصريه اختفى، وما زال يعني برضو ما زال ده موجود. صحيح. خلينا يعني النسويه نقص شويه بقى النسويه، وبعدين نقول ان الهم ده ما سابهاش. هي بعد ما سابت بعد ما خلصت مرحله الدراسه في الجامعه وخدت الاطروحه بتاعتها بنجاح، بدات تدرس في نفس الجامعه. وكان في مجموعات اياميها من الاساتذه بيعملوا ورك شوبس بينهم وبين بعضيهم على الكتابه الابداعيه. ففي احدى هذه الورش قدمت القصه اللي هتبقى القصه الاولى. الفتره دي ايضا كانت تزوجت من زوجها وهو معماري من جامايكا، خلفت الطفل الأول، وفي الطفل الثاني وهي حامل اختلفوا اختلاف قالت عنه أنه كان اختلافا ثقافيا، ثم اكتشفت أنه كان خلافا بين امرأة ورجل، وسابوا بعض. وبقى الفترة دي اضطرت أنها عايزة، هي راجل البيت وست البيت في نفس الوقت، فبدأت تشتغل أكثر من
دار هاوس انها تشتغل معاهم محرره برضه عشان تجيب قرش، محرره للتكست بوك اللي كانت بتدور في الفتره يعني تنشر في الفتره دي عن السيفل رايت موفمنت. انتقلت من وبسرعه لانها كانت محرره ماهره للقسم الادبي. في القسم الادبي بقى بدات تستقطب كل الاقلام السوداء الواعده بصفتها المحرره لقيتها. قدمت لنفس دار النشر دي اللي هي راندوم هاوس، قدمت لهم مشروع الكتاب الاسود، وقالت في الفتره دي انا ما كنتش اقدر انخرط في المظاهرات ولا اكتب خطب، ولكني اردت ان اشارك في حركه الحقوق المدنيه اللي كانت في الصوره والقلم. فاتفقت مع مجموعة متميزة جدا من الكتاب وجامعي التراث الأسود في أنهم يلموا كل شيء متعلق بتاريخ السود في أمريكا. إيه كل شيء ده؟ أصبح كل شيء ده في الكتاب قصائص من مجلات، كوبيز، نسخ من إعلانات كانت تتنشر، مثلا إعلان عن يعني مش احتفاليه، ولكن دول مستخدمين بشكل يعني درجاتوري فيه احتقار شويه. مثلا وثيقه، وثيقه مثلا شراء عبد، وثيقه اطلاق سراح عبد، سكريبت في المحكمه ان هم بيحاكموا عبد فار. هي حربت بوثائق لا تقبل القصه بتاعت بيلافد محبوبه يعني هنجي لها دلوقتي، وكمان دكتور احمد له ميل انه يحكي عن محبوبه. فالمهم قعدوا شهور يجمعوا كل الحاجات الصغيره دي، حتى النوت الموسيقيه لاغاني الحقول اللي اتكلمنا فيها، لاوبرات صغيره، لانجازات ناس سود في اوائل ما السود بدا اسمهم يظهر من القرن ال17 حتى ال20. كل ما واجزاء من شعر واجزاء من روايات واجزاء من قصص وصور فنانين وممثلين وراقصين، وجمعت كل ده واتحط في الكتاب الاسود الذي لاقى نجاحا باهرا، لانه الصوره اقوى من القلم 100 مره. وبدا يبقى ده مرجع وكانه انسايكلوبيديا لكل من يريد ان او كل من يقابل السود في امريكا ويلاقي الشرح بتاعها من خلال هذه القصاصات والوثائق. قد ايه كانت ست ذكيه جدا جدا. يعني المشروع ان هي تحولت لمؤسسه، يعني حولت الدار النشر اللي هي بتشتغل فيها لمؤسسه تخدم فكرها. اقول لك على حاجه، يعني اذا كانت مثلا توني موريسون بيعتبروها انه الانجاز الاعظم لتوني موريسون هو الكتاب الاسود. لانه زي ما بتقول الدكتوره انه وثق، مش بس توثيق علشان اظهار الحقيقه، لا ده توثيق ليه ابعاد كتير جدا. اول بعد هو الخلاص، يعني الاجيال الجديده عقدة النقص يعني حاجه قاتله للروح. صحيح. وناس كتير انتحرت، وناس كتير حياتها ضاعت بسبب حتى ما حضرش، ولكن نتيجه تاثره وعدم قدرته على تحمل ده حياته انتهت. لما اتجمع التاريخ ده والناس شافت التاريخ قدامها، فابتدى يحصل قدر من التوازن عنده، وقدر ان هو يواجه الجانب الاخر وهو ان العالم كله يشوف قد ايه ان قضيه السود قضيه عادله. وكمان العالم يشوف نفسه في المرآة، لانه الحقيقه الحضاره الغربيه يعني في اوروبا او في امتدادها في امريكا ليها اخطاء فادحه، وكانت بتدعي
civilization. نعمل لكن في بشائع حصلت وظلم شديد جدا، حكايه اللينشنج دي، انك الخنق بالحبل ويعلقوهم على الشجر ويقطعوا ايديهم في المستعمرات. لا كانت حاجات لما كنا بندرس فظيعة. الادب الانجليزي، درسنا تاريخ الادب الانجليزي في البدايه في الكليه. في الزوز اللي هي كانت حدائق الحيوانات الادميه. دكتوره شاديه لما درسنا الادب الانجليزي هتلاقي في كل العصور يعني لغه الاستعمار انه الاخر هو البربري، الهمجي ده. الاخر هو الهمجي، وهو يعني حامل شعله الحضاره اللي بيحاول ان هو يخرجه من الظلام اللي هو عايش فيه. وطبعا ده شيء قاسي جدا ومنافي للواقع. ولكن في حاجه بقى، ان هروب مستقبل تاني. صحيح. هي هربت من الانماط. اعظم شيء انجاز انقذها وخلاها تعمل المشروع العظيم ده كله ان هي هربت من سياط الانماط. اي نمط؟ انماط السود، يعني السود، انسان السود ده حرامي، انسان السود ده غبي، ده احمق، ده قبيح، ده كذا. وطبعا ده بينطبق على الراجل والست، يعني مفيش تفرقه يعني. فهم زي ما الدكتوره قالت، هم ناس عندهم حاجتين مهمين جدا، الوعي والاعتزاز بالنفس. هو على فكره ما اتكسرش، والفن ما اتكسرش، دايما كان بيربي فيها الكرامه يعني. ما اتكسرش. وعدم كسرته خلته يتحرك بجرأة، يروح للمدينه الافضل بالظبط، ان هو يهرب ويشتغل 3 شغلانات كده، شغلانات. لما راحت الجامعه وابدت نجاح، هي اشتغلت هناك برضو. وبعدين لما نجحت في اول سنه وادت، الام نفسها اشتغلت علشان تساعدها. عندهم في حمام، يعني كانت بتنظف حمامات. هو في حاجه مهمه جدا، انا عايزه بس ان احنا علشان ان توني موريسون هي كانت مشروع العيله دي بالظبط اللي انقذ ملايين. صحيح. من الجنوب كانت بترسم حياتها لاولادها، وهي انقذت ملايين وأرخت ووثقت لملايين والهمت ملايين طبعا. والهمت ملايين المحبوبه. يعني متصوره كده لما الدكتوره لبنى طبعا بدات بالكلام عن الكتاب الاسود وهي عارفه ان انا بحب الروايه دي. ايوه دكتور احمد هيشجينا بقى. المحبوبه يعني هتتكتب في ورك شوب عام البلوست لكن الكتاب الاسود بقى ده هو اللي ألهمها بالمحبوبه. كان في قصص من القصصات عن ام عبده هربت، ولما جم يقبضوا عليها، قبل ما يقبضوا عليها حبت تخلص بنتها من العبوديه فقتلتها. الميكروفون معاك. احنا ده يعني حد طبعا هيئه التحرير كانت كبيره، ما كانتش هي واحده، ولكن هي توقفت لتحولها. يعني حتى يعني في مشاكلها الخاصة ما توقفتش كتير. يعني حتى لما تزوجت والزواج ما استمرش، ما توقفتش كتير، لأنها كان عندها مشروعين الحقيقة. مشروع تربية ولادها ده كان عندها مهم جدا، ومشروع الكتابة. هي كانت بتشتغل في راندم هاوس، وكانت بتشتغل في الجامعة، وكانت يعني كمان بتكتب، وأحيانا كانت بتشتغل في مكانين. فنفعت محبوبة جات لها من القصة دي، والقصة دي فيها طابع كده يعني يفكرنا بالأساطير. وهي طبعا تأثير الأساطير والفلكلور الأسود عليها كبير جدا. نقلت ده بقى الخط الدرامي العام بتاع القصة. كان إن في كانت هربت من الجنوب وراحت لمدينة أخرى العيلة. كان في قانون في الوقت ده انه السيد اللي هو المالك صك العبودية ليه الحق ان هو يتتبع اثر العبد الهارب ويستعيده مرة تانية. يعني مفيش فايدة، وله حق الموت او الحياة. هو بيملكه، هو يعني شيء بشع جدا، يعني يقرر مصيره. فهي الاسود ده. وبعدين بتستمر احداث الرواية، وفي الاخر بيكون في شبح البنت دي، بس ترجع لما بتكبر. هي الاول في القصة، اول ما القصة بتفتتح البيت مسكون،
يشعروا ان في شيء، روح تانية. روح ساكنه البيت، وبيقولوا للناس كده انه في روح ساكنه البيت. هي نفسها الام منبوذه، لان كل المنطقه عارفه انها قتلت عملت بنتها كده. بروح اللي اتقتلت. حتى الاخت الصغيره الطفله الثانيه اللي ما اتقتلتش، ما لحقتش تتقتل، ما بتكلمش حد، لان هي حاسه انه هي البيت غير طبيعي بالمره. بيرجع بقى بتستمر بقى الاحداث في هذا الطريق. ايه اللي نجحت فيه يعني توني موريسون، اللي هي تنقل المشاعر، مشاعر الطفله اللي كبرت؟ توني موريسون عندها خصوصيه في رسم الشخصيات. رؤيتها وكأنها بتنفخ فيها من روحها يعني. وكانت بتستخدم لغة خاصة جدا طورتها على مدار سنوات طويلة. وطبعا زي ما الدكتورة قالت، هي استفادت من دراستها اللغة الإنجليزية. وبالمناسبة الأفارقة الأمريكان ليهم لغة خاصة، يعني هو البيجن هي جرامر، يعني لغة كده يعني شفهية. يعني هم بيفهموا بعض من خلال اللغة دي، مش متقيدة بقواعد جرامر، ينطقوا الكلام بشكل معين بترتيب معين بس كده، انت بتفهمي في السياق، بس هم بيفهموه. طبعا دي كانت اللغة بتاعة الكوميونتي الأسود في أمريكا، وكانوا بيتفاهموا بيها مع بعض. حتى الأغاني اللي عملوها كانت أغاني فيها أخطاء لغوية كتيرة، بتاعة اللي هي روح الأسى والهزيمة والضغط والحزن اللي كانت موجودة، كنت تلاحظيها في التونال بتاع الشخصيات. يعني التون بتاع الشخصيات كلها، اختيار الكلمات قدري اختيار الكلمات. حتى كان في لانجستون هيوز كان ليه قصيدة شهيرة اللي هي من ترجمة في الكلية، كان ساعة الدكتور رضوى الله يمسيه بالخير الله يرحمه. فكانت برضو نفس التون. انا حتى وانا بشتغل على السبيريتشوالز كنت لقيت نفس القصة. فكرة انه مفيش مهرب يعني وانت مهما هي الست بتوصي ابنها، ست سمراء بتوصي ابنها، يقول له يا ابني الحياة كانت طول الوقت صعبة ولازم تكمل، ما تتهزمش، ما ترجعش. وكان فكرة انه يعني مثلا الطريقة اللي فكرت بيها الشخصية، اللحظات اللي هي خدت فيها قرار ان هي تقتل بنتها، دي كانت لحظات عجز، لحظات عجز في مواجهة قدر محتوم لا مفر منه، وقدر العبودية اللي بيهربوا منه. عملت الفعل ده بهذا الشكل من البشاعة عشان هي عايزة عكسه. براعة توني موريسون في اختيار هذا الحدث وتصويره، واللغة اللي هي استخدمتها واللي هي المفردات اللي استخدمتها، وتصوير المشاهد والنفسيات بتاعت الشخصيات. في اللحظة دي القارئ، أنا بقول لك بقى القارئ العادي اللي هو يقول أنا لا يمكن أعمل كده. صحيح، إن هو يحس ببشاعة مرارة الحدث اللي هي حست بيه بعد ما اتقتل. مستحيل أعمل كده. هي كمان لما الروح في مرحلة أخرى من الرواية بقى بعد ما تبقى ساكنة البيت، هي زي ما دكتور أحمد هي بتظهر كشخصية على باب البيت، وبتبتدي تستغل الأم والطفلة وصديق الأم، وهي في اللحظة اللي هي تخلصت فيها من سطوة الماضي البنت اختفت. في اللحظة اللي تصالحت فيها مع الماضي البنت بتختفي. يعني هي بتأتي وتختفي. يعني الأول بيبقى حاجات بتقع في البيت ومسكون وبتاع، لكن في فجأة امرأة شابة بتظهر لهم وتقول لهم أنا اسمي بيلافد. وهم كلهم لأن هم مسكونين بهوس لهذا الوجود الغير موجود. فعلى أول ما البنت دي بتظهر محدش يعرف هل هي فعلا دي الروح ولا شخصية أخرى مستغلة القصة، ولا بتعرف تفاصيل هل هي سمعتها قبل كده ولا هي فعلا الروح. يعني تركت السؤال حائر في العقول. هي بتختفي في آخر الرواية، لكن يظل هذا الوجود الملح لهذه الروح مشبع بالأساطير
التفاصيل اللي في الروايه هي اعمق كانت واسرى من سبب. اللي احنا بنقوله الحقيقه. كانت سبب كمان فوزها بجائزة نوبل. كمان ده كانت سبب اه أساسي. طبعا كمان الفكره بتاعت الايهام وكسر الايهام. مم. ما هي اشتغلت على يعني على بنيه كده. في النهايه طبعا الادب وظيفته هو الحاله اللي بيتركك عليها. صحيح. حتى الادب لما بيذكرها بيعمل احاله، صحيح. بيعمل احاله، بينقلك الشعور اللي بيوصلك لحاله ذهنيه ما او عاطفيه او روحانيه او كده. كمان حاله ارجع تاني لفكره حاله الايهام وكسر الايهام، احنا اصلا مش متاكدين اذا كانت دي هي ولا لا. ايوه، ما هي تركت السؤال آه. وخلت كل واحد يعني يكلم نفسه، هل هي فعلا البنت وفي لكن ده تأثير الأدب الإنجليزي، يعني فكرة بقى لا، الخلطة كلها. اصل هي كمان توني موريسون طبعا هي نهلت من قارئة كل. عظيمة جدا قبل ما تكون كاتبة عظيمة. هي كمان عملت دراسات على فيرجينيا وولف وويليام فوكنر في الكلية. وعلشان كده بيقولوا إن يا هي دكتور يعني مؤثرة. هي محرره، يعني قبل ما بالظبط. تكتب هي كانت محرره، يعني بتحرر الكتاب اللي هم بيكتبوه، شغلانه مهمه جدا. هي يعني تعيد الصياغة طبعا قويه وتقرأ. جدا في دار النشر. ايوه هي كمان تركيبتها تركيبة عجيبة، يعني هي التركيبة انت شوفي شخصية عندها الماضي الجبار ده، وخدي بالك العيلة كرامه رهيبه. العيلة بيبقى ليها دور كبير جدا طبعا في التركيبة. طبعا. وبيقولوا يعني في علم النفس انه 6 سنين الاولانية صح، أهم 6 سنوات. هي مفيش فهي عندها الصراع بين الام والاب اللي بنلاقيه في قصص تانية هي ده. عندها ده بيت هي عندها فن. ده وبعدين ورثة تراث شفاهي، صحيح. وبعدين درس. عندها موهبة صح. يعني من وهي في ابتدائي او حتى من قبل كده كانت ذكية جدا وفارقة عن جيلها. وبعدين هي خلصت المدرسة بأونرز مع مرتبة الشرف، كملت وفي كل شغل عملته كانت ناجحة. صحيح. ان هي يعني تجعل المؤسسه كامله شغلتها تقف وراء مشروعها هي. يعني قرايتها ده يعني ذكاء في خط قرايتها الشخصيه وخط الشغل الاكاديمي وخط الوظيفي اللي الدكتوره قالت عليه اللي هو كونها محرره. تاثرها ب يعني اسماء معينه في الادب العالمي. هي كان مشروع يعني مشروع عظيم، ناجح. مشروع عظيم بشكل كبير. فيرجينيا وولف دي حد عظيم جدا، وويليام فوكنر وتولستوي وداستويفسكي، والادب كمان جيمس جويس الادب كمان اليوناني، الشغل بتاع سوفوكليس التراجيديا والكلام ده. فعندك تركيبه صحيح. غير بقى تجربتها الشخصيه في الكتابه اللي هي دبت جذور دبت متفتحه بتقرا في كل المجالات. تاثرها بالمزيكا طبعا. وده ظهر كمان في الشغل بتاعها في روايه جاز. عايزين ما نقفلش الحلقه قبل ما نتكلم على رحمه. روايه صنفت ان هي من احسن 10 روايات كتبت في 2008 تقريبا. انا ما قريتش رحمه الحقيقه، لكن يعني اتوقع حسب الريفيوز اللي قريتها هي برضو على نفس الخريطه التاريخيه بتاعت العبوديه. اعتقد برضو 1600 يعني ده اللي حصل قبل بيلافد ما تبقى موجوده. هي نفس الخريطه، نفس التيمه، يعني هي شغاله على نفس اللي التيمه. يدور في بلاك يعني في الكتاب الاسود ممكن يلاقي تفاصيل روايات. هي بتتحرك في الجزئيه دي وهي فخوره، وزي ما قلت لك قبل التسجيل هي تخلصت من، وهي ده التعبير بتاعها ذا وايت مانز جاز، نظره الرجل الابيض للجسد الاسود. فهي بتعتزل لونها الاسود. وهي قالت في الحركه كانت حركه فنيه جماليه كده اتعملت اسمها بلاك از بيوتيفول، الاسود جميل. قالت انا مش محتاجه حد يقول لي ان انا جميله، انا عارفه ان انا كانسانه انا جميله. انا الكلام ده موجه للبيض، انا مش عايزه اوجه كلام للبيض، انا عايزه اتكلم مع السود. فلما بدات تكتب من داخل المجتمع الاسود، يعني توجه كتابات تقليات السود عن حق، مش انها بتقول احنا السود اتعذبنا مش ونصعب مجرد عليكم. غضب لا او لا مسكنه او ليس كده، غضب، لا, يعني. لا
هي او عنصريه اخرى، يعني ممكن لا لا، هي عادله تكون زي ما تقول عنصرية الدكتور، مضادة. هي شخصيه عادله يعني تبحث عن الحب اللي هو المسيطر من ناحيه، هي قالت الكلام ده، علاقات الحب او مع الرب، ده الثلاث اجزاء اللي قالته. فهي مش بس يعني الهم الاسود، لكن الهم الانساني من خلال الهم الاسود. اكثر العيون زرقاء، وده اللي اتكتبت في الورك شوب وحولتها بعد كده لروايه. يعني دائما القصه بتكون منتهيه احيانا، ولكن ان تعيد الحياه فيها مره ثانيه قدمتها بشكل مختلف. للكتابه الادبيه. وهي قالت انا كنت اتمنى ان انا اقرا هذه القصه او ما يشابه هذه القصه في كتابات اقلام كبيره اخرى، يعني مش اخرى زي يعني زيها في الفتره، لا انه الناس تانية تكتب، لكني لم اجد من يغوص في نفسيه طفله صغيره سوداء تعبر عن مكنون شعورها باحتقار المجتمع ليها لانها سوداء. يمكن ده اتعمل مع تتاثر بهذه العنصريه في طفولتها، كان هو ده المحك بتاع الكتاب. حبت بقى هي تاخد القصه البسيطه اللي هي كانت اتكتبت حاجه صغيره كده، مبنيه برضو عن حوار حقيقي حصل بينها وبين طفله زميلتها في المدرسه، خدتها برضو لتخاطب بيها مشاكل المجتمع الاسود، العنف في المجتمع الاسود، الفرار منها. فهي تناولت الطفله دي اللي الاب اعتدى عليها مره واثنين وجعلها حامل، وهي كانت تتمنى ان تغير لونها او تصبح شخص اخر، لان لونها بيحسسها دائما بالدونيه والاحتقار. فكانت الحلم بتاع ان يبقى عندها عينين زرقاء، وان لو الناس شافوا عينيها الزرقاء مش هيشوفوا لونها الاسود. فده يعني بعد فلسفي اخر. العروس دي وده هي قالت كده، كل دي العرايس اللي كانت منتشره اياميها، العرايس الزنجيه دي طلعت في مرحله لاحقه. فهي حتى البطله كانت بتقول انها كانت بتخرب هذه الدمى، وكانت عندها رغبه انها تخرب ايضا الاطفال البيض، من كتر ما هي تشعر انه لونها ده يعني يتسبب في حاله من الانحطاط الوجودي الكامل. صحيح. الانسحاق الكامل. عزيز العمليه اللي عملها مايكل جاكسون عشان لتغيير جلده. طبعا لان واحده دافعت عن تاريخ السود وتوثق بشده. وطبعا هي والجماعه بتوع نهضه هارلم كان ليهم دور كبير جدا في اعاده تقديم يعني من ناحيه القضيه، ومن ناحيه تانية صوره الاسود اللي هو انسان مبدع بتاعت كرة سلة، فرقة استعراضية وحققت شهرة عالمية جدا. عايز بس أقول حاجة في الكلام الدكتور قالته مهم جدا، وهو إن هي يعني فكرة العدالة في تقديمها للقضية. صحيح. ورؤيتها لمجتمعها ما كانتش بس إن هي طول الوقت عايشة في دور اكترار الأحزان وإنها ضحية وكده، لا ودي على فكرة يعني كومبلكس جدا، علاقات معقدة جدا. وزي ما قالت الدكتورة في بداية كلامها عن كمان فكرة العلاقات الطبقية في المجتمعات السوداء. يعني هي بينت الجانب المشرق في هذا التاريخ والمظلم. اصل هو في حاجة بحيادية، في حاجة كمان قال لك يعني الاستعمار مشي وترك لنا يعني بشر وجوه ملساء، وجوه ملساء، قال لك وجوه ملساء واسنانهم كاسنان الذئاب. فاحيانا الذئب اللي هو عنده اسنان تتغرس في لحم اكثر، يعني اكثر تجار، يعني من في عدد صحيح. كبير من التجار كانوا سمر اصلا الديلرز كانوا سود، وتجار المخدرات واللي كانوا بيتاجروا في البنات كانوا سود. فطبعا دي كارثه. توني موريسون فازت بعدد كبير من الجوائز، مش بس جائزه نوبل، بوليتسر اول حاجه خدتها وعدد لا حصر لهم الجوائز، لكن جائزتها الحقيقيه كانت فوز اوباما بالانتخابات. الحاجه
اني انتمي الى هذا ولو ان المكان. الموضوع ده سطحي شويه يعني، مش بقى هي يعني سطحي شويه، قالت لكن هو نفسي يعني. كنت بحترم هيلاري حسب كلامها، وكانت تفضلها لو ما كانش طبعا اوباما، بس مش عشان لونه اسود بس. هي شافت البرنامج بتاعه، لكن في نفس الوقت شعرت بالفخر. طبعا القضيه اللي وهو احتفى بيها قبل كده كان في وكرمها كان في 2012. كولين باول كان موجود مع الشرق الاوسط طبعا. وهم احتفوا بيها في 2012، وتقلدت قلادة الحرية هي وبوب ديلان ومايا أنجلو وعدد كبير جدا جدا. ممكن الجملة اللي نصف بيها في ختام حلقتنا النهارده مع شخصية وحش كنت لسه هقول وحش الكتابة عن الزنوج أو عن الأدب الأسود، حضرتك توصفيها بإيه؟ زي ما هم قالوا فعلا كلام. تصف توني موريسون. أنا هستخدم العبارة اللي قالها جورج برنارد شو لما وصف المرأة أنها قوة الحياة. فتوني موريسون قوة الحياة التي انتصرت للإنسان الأسود. أنا بشكر حضوري النهارده معاكم جدا. أنا سعيدة إن أنا كنت في حضرة 2 من محبي الأدب عموما، والنهارده في حضرة امرأة قوية طويل جدا من حملة هم. يعني أستاذ أحمد قال مقولة مهمة جدا، قال هي كانت مشروع أسرة وتحولت حملت هي مشروع ملايين، ودكتورة لبنى كملت عليه قالت وألهمت الملايين. جميل. دكتورة لبنى إسماعيل، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي جامعة القاهرة، نورتينا. الكاتب وطبعا يعني الباحث دائما والمترجم أحمد صلاح أرخت للتاريخ الأسود جماعة الوثائق. ربنا حباها بذكاء وأسرة جميلة. نستخلص من هذه الحلقة الأسرة هي الأساس في تشكيل المبدعين الكبار، دائما معانوا، دائما ما كان لديهم خط واضح. شكرا لكم، غدا ليلة جديدة، إلى اللقاء. افعل كل يوم شيئا لا ترغب بفعله. هذه القاعدة الذهبية لاكتساب عادة القيام بالواجب دون أدب. إبراهيم الفقي، الثقافة حياة. حبها تشوفها كده.
ميزان الواحد لازم يطمن بنفسه على اساسات البيت. يا رب انا هعمل ايه ولا ايه؟ افتحي يا ملطشه. في ايه؟ واحد هيعمل شغل البيت ولا يفتح الباب؟ افتحي بقى. اوه يا ديني لا 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 فيها. يما ياني يما ياني مين؟ معقوله يا ملطشه؟ معقوله الكلام دون؟ اهلا وسهلا. ايه ده يا ست سوسن؟ انت لحقتي تيجي من عند الكفوروريرين؟ ساعه لما تفتحي الباب يا ست. ما رحتيش ليه؟ وايه اللي بهدلك البهدله دي كلها وحافيه كده ليه؟ اسكت يا ملطشه، اتخانقت مع عبد الجواد. ما هو عادي، ما انتوا كل يوم بتتخانقوا مع بعضياتكم. الاستاذ عبد الجواد اللي زي السكره ده كل يوم بيتخانق معاكي علشان بيغير عليكي. اتخانقتوا تاني المره دي ليه؟ مش عايزني اروح للكوافير يا ستي. غيره ايه اللي انت بتقولي عليها؟ طب وايه يعني ما تروحيش الكوافير؟ روحي للكوافيره. الاستاذ عبد الجواد منبه علينا في البيت ده كلنا ما نطبخش في الفنجان علشان مذكر ونطبخ في الحله. مش هو قال الكلام ده ولا لا؟ بس دي مش غيره يا ملطشه، ده تملك.